putting words in your mouth. Don't you put words in people's mouths, you put turkey in people's mouths. اهلا بك يا شباب في اول حلقه من السلسله اللي نتعلم فيها انجليزي من مسلسل فريندز. Stay tuned. Subscribe. السلام عليكم يا شباب، انا احمد يونس، اهلا بيك في قناه English for More Fun. طيب من النهارده بقى هنعمل حاجه جديده، هناخد مشهد كامل طويل من فيلم او مسلسل ونبدا نقسمه على حلقات في سلسله واحده. يعني مثلا موضوع النهارده من حلقه في الموسم العاشر من مسلسل فريندز بتتكلم عن عيد الشكر في امريكا. هنبدا ناخد الموضوع كله اللي في الحلقه دي ونقسمه على مجموعه فيديوهات في سلسله واحده باسم عيد الشكر في امريكا من مسلسل فريندز. اول فيديو في موضوع النهارده هنشوف فيه تشاندلر ومونيكا مش عاوزين يستضيفوا عيد الشكر السنه دي عندهم. لو مش عارف ايه هو عيد الشكر هنعرف كمان شويه متقلقش، ولكن فيبي هيكون ليها راي تاني. خليك معانا لاخر الحلقه عشان تعرف ايه اللي هيحصل. ولو اول مره معانا فاحنا في القناه هنا بنتعلم انجليزي من اهل اللغه من خلال مشاهد كامله من الافلام والمسلسلات. بنتعلم الكلمات والتعبيرات والمصطلحات اللي بيقولوها كل يوم. فلو حابب تكون واحد من 18000 ان شاء الله اخ واخت على القناه، اشتركوا وفعل الجرس عشان يوصلك الحلقات اول ما تنزل. صلى على النبي and let's get the show on the road. We need to talk to you about something. Yeah, we don't feel like we can host Thanksgiving this year. host معناها يستضيف. طيب ازاي الامريكان بيستخدموها؟ مهم جدا اعرف ازاي استخدم الكلمه، مش بس اعرفها كده وخلاص. host او يستضيف ممكن استخدمها لما استضيف شخص مثلا فاقول I'm hosting a guest from Japan. I'm hosting a guest from Japan. يعني انا استضيف ضيفا من اليابان، مقعده عندي يعني. I'm hosting a guest from Japan. او ممكن استخدمها مع حدث او حاجه، يعني ممكن نقول The school will host a meeting for parents the day after tomorrow. The day after tomorrow يعني بعد غد أو اليوم اللي بعد بكرة. المدرسة ستستضيف اجتماعا لأولياء الأمور بعد غد. The school will host a meeting for parents the day after tomorrow. Thanksgiving هو عيد الشكر. ده عيد قومي عند الأمريكان بيحتفلوا بيه في الخميس الرابع من شهر نوفمبر، وهو عبارة عن أجازة بيجتمع فيها العيلة والصحاب ويأكلوا مع بعض ويشكروا النعم، عشان كده اسمه Thanksgiving. وعادة أهم أكلة هي التركي أو الديك الرومي، وهنشوف جوي كمان شوية بيستخدمها. فمونيكا هنا قالت We need to talk to you about something، يعني احنا محتاجين نتكلم معاكم بشأن شيء ما. فتشاندلر كمل وقال Yeah, we don't feel like we can host Thanksgiving this year. Yeah, we don't feel like we can host Thanksgiving this year. Yeah, we don't feel like we can host Thanksgiving this year. احنا مش حاسين اننا نقدر نستضيف عيد الشكر هذه السنة. We need to talk to you about something. Yeah, we don't feel like we can host Thanksgiving this year. We need to talk to you about something. Yeah, we don't feel like we can host Thanksgiving this year. مونيكا عادة هي اللي بتعملهم أكل العيد ده كل سنة، فجوزها بيقول لها مش هنقدر نستضيفه السنة دي. تعال نشوف كده رد فعل أصحابه. What? Are you kidding? جوي قال What؟ إيه؟ وفيبي قالت What are you talking about? What are you talking about؟ أنت بتتكلم على إيه؟ أنت بتقول إيه؟ بتستعجب زي محمد رمضان كده. أنت بتقول إيه؟ وراس قال Are you kidding؟ أنت بتهزر؟ Are you kidding? Are you kidding? What? Are you kidding? What? Are you kidding? What? Are you kidding? What? Are you kidding? هيرد ويقول لهم Well, just with work and the stress of adoption, we just don't feel like we have the energy. stress يعني ضغط نفسي. اسمع حتى البنت دي هتقول ايه؟ I'm just under a lot of stress right now. I'm just under a lot of stress right now. I'm just under a lot of stress right now. I'm just under a lot of stress right now. adoption يعني تبني. الفعل منها adopt يعني ممكن اقول لك They decided to adopt a baby. يعني هم قرروا يتبنوا طفل. They decided to adopt a baby. ممكن برضو استخدمها زي بالعربي بالظبط. انت ممكن تقول يتبنى طفل، وبرضو ممكن تقول يتبنى فكرة او استراتيجية معينة زي ما نشوف في المقطع الصغير ده. In order to understand them, I've had to adopt a different strategy. In order to understand them, I've had to adopt a different strategy. In order to understand them, I've had to adopt a different strategy. طبعا انت عارف ان energy يعني طاقة، فهو بيقول لهم well, just with the work and the stress of adoption,
فقط مع العمل وضغط التبني. موضوع التبني يعني إجراءاته في أمريكا بتاخد وقت، فالموضوع ده عامل لهم ضغط نفسي مع الشغل كمان. We just don't feel like we have the energy. We just don't feel like we have the energy. احنا بس مش حاسين ان عندنا الطاقة انهم يستضيفوا عيد الشكر السنة دي عندهم. Well, it's just with work and the stress of adoption, we just don't feel like we have the energy. Well, it's just with work and the stress of adoption, we just don't feel like we have the energy. هيكمل ويقول Plus, we don't think it's fair that every year the burden falls on us. plus بستخدمها لما أكون بتكلم عن حاجة وعاوز أضيف معلومة كمان، بمعنى بالإضافة إلى ذلك أو زائد كذا كذا كذا. fair يعني منصف أو عادل. اسمع كده. Plus, this is my older sister Amy. 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 That's not fair to you, and that's not fair to me. That's not fair to you, and that's not fair to me. That's not fair to you, and that's not fair to me. That's not fair to you, and that's not fair to me. burden معناها عبء أو حمل. لما أقول لك the burden falls on حد معين، معناها العبء يقع على الشخص ده. العبء أو الحمل أو المسؤولية تقع على الشخص ده. يعني مثلا ممكن أقول when things go wrong the burden falls on us to fix it. When things go wrong عندما تسوء الأمور، لما الدنيا تبوظ يعني the burden falls on us to fix it. العبء يقع علينا لإصلاحها. لما الحاجة اللي احنا بنعملها تبوظ احنا المفروض نصلحها. العبء أو المسؤولية تقع علينا احنا. When things go wrong the burden falls on us to fix it. فهو بيقول لهم plus we don't think it's fair. Plus we don't think it's fair. بالإضافة إلى ذلك نحن لا نعتقد إنه عادل. That every year إن كل سنة the burden falls on us. The burden falls on us. العبء يقع علينا. عبء أو مسؤولية إننا نستضيف عيد الشكر عندنا كل سنة. Plus, we don't think it's fair that every year the burden falls on us. Plus, we don't think it's fair that every year the burden falls on us. Plus, we don't think it's fair that every year the burden falls on us. Plus, we don't think it's fair that every year the burden falls on us. Plus, we don't think it's fair that every year the burden falls on us. بص بقى راس هيقول له إيه؟ That doesn't sound like you. That's Monica talking. طبعا أخدنا sound قبل كده وقلنا إن معناها يبدو، ولكن يبدو عن طريق السمع. حاجة سمعتها فبقول يبدو من اللي أنا سمعته كذا كذا. يعني هو هنا بيقول لي Chandler that doesn't sound like you. هذا لا يبدو مثلك. يعني الكلام اللي أنا بسمعه ده لا يبدو إنك أنت اللي تقوله. مش أنت اللي تقول يعني إن كل سنة العبء بيكون علينا إحنا اللي بنعمل عيد الشكر. دي مش طريقة تفكيرك. أنت ما تقولش كده خالص. أنا عارفك أنت صاحبي. وكمل That's Monica talking. دي مونيكا اللي بتتكلم. يعني هي قايله لك تقول الكلام ده. مونيكا أختي وأنا عارف إنها ممكن تخليك تقول الكلام ده. That doesn't sound like you. That's Monica talking. That doesn't sound like you. That's Monica talking. Chandler هيقول له No. We made this decision together. Decision يعني قرار. Decision. الفعل منها decide يعني يقرر، لسه قايلينها من شوية. Make a decision يعني يتخذ قرار. لما أحب أقول يتخذ قرار بشأن كذا أقدر أقول make a decision on كذا أو make a decision about كذا. تعال نتأكد من الأفلام عشان تستخدمها وأنت مطمن. اسمع كده. I can't make a decision on this presentation. 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 Hey, did you make a decision about the couch? Hey, did you make a decision about the couch? Hey, did you make a decision about the couch? Hey, did you make a decision about the couch? I made a decision. I made a decision. I made a decision. I made a decision. يبقى Chandler بيقول له No, we made this decision together. يعني لا احنا اتخذنا القرار ده معا. القرار ده مش قرار لوحدي يعني، ولكن هيتضح انه قرارها لوحدها كمان شوية. No. We made this decision together. No. We made this decision together. طبعا راس مش مصدق، فبص هيقول له ايه؟ She's putting words in your mouth. Don't you put words in people's mouths, you put turkey in people's mouths. Put يعني يضع. Words كلمات. Mouth يعني بق أو فم.
لما أقولك مثلا don't put words in my mouth، الترجمة الحرفية ليها لا تضع كلمات في فمي، دي الترجمة الحرفية. لكن في الحقيقة ده تعبير أمريكي شائع جدا ومعناه ما تقولش كلام على لساني. يعني ممكن أقولك مثلا don't put words in my mouth I never said that، يعني لا تقل كلام على لساني، أنا عمري ما قلت ده. don't put words in my mouth I never said that. فراس هنا بيقول لتشاندلر she's putting words in your mouth. She's putting words in your mouth، يعني هي بتقول كلام على لسانك، ده مش كلامك انت، هي قايله لك تقول الكلام ده. فجوي بقى هنا استخدم المعنى الحرفي للتعبير وقال don't you put words in people's mouths، لا تضعي كلمات في أفواه الناس، ما تحطيش كلمات في أفواه الناس. You put turkey in people's mouths. You put turkey in people's mouths، ضعي ديك رومي في أفواه الناس. ممكن حد يسأل ليه جوي قال don't you put، ليه قال you هنا طالما كان يقدر يقول الجملة كده don't put words in people's mouths put turkey in people's mouths. يعني ايه الفرق مثلا لو قلت لك don't touch that و don't you touch that؟ الفرق ان الجملة الأولى don't touch that جملة عادية بقول لك ما تلمس ده، إنما التانية don't you touch that لا، هنا الجملة مش عادية، دي فيها نبرة تحذير أو فيها نبرة شديدة شوية، كأنك بتقول للواحد إياك تلمس ده. حتى اسمع كده نبرة الكلام لما بيقولوها في الأفلام. Russell don't touch that. Russell don't touch that. Russell don't touch that. Russell don't touch that. الجملة هنا عادية بيقولوا يا راسل ما تلمس ده، إنما شوف الممثل ده كده Don't you touch that. Don't you touch that. Don't you touch that. Don't you touch that. أكيد حسيت الفرق بينهم. فجو بيقول لها Don't you put words in people's mouths. You put turkey in people's mouths. اللي هو يعني إياك تضعي كلمات في أفواه الناس، أنت تضعي ديك رومي في أفواه الناس. طبعا أخذ المعنى الحرفي للتعبير، بدل ما تحطي كلمات في أفواه الناس لا حطي ديك رومي، عشان إيه يعني لو بتحضروا الأكل في عيد الشكر، وعيد الشكر أهم وجبة فيه هي التركي أو الديك الرومي. اسمعها تاني كده. She's putting words in your mouth. Don't you put words in people's mouths, you put turkey in people's mouths. She's putting words in your mouth. Don't you put words in people's mouths, you put turkey in people's mouths. She's putting words in your mouth. Don't you put words in people's mouths, you put turkey in people's mouths. طيب خلينا نكمل. I can't believe this. This is Emma's first Thanksgiving. No, it's not. It's not. When was she born? I can't believe this. أنا مش مصدقة ده. مصدقة هنا مش معناها مصدقة حاجة بتتقال، لا هي بس بتتعجب زي ما بقول كده، أنا مش مصدق اللي بيحصل ده، مفيش كلام بيتقال وأنا بصدقه، لا أنا بتعجب. I can't believe this. This is Emma's first Thanksgiving. This is Emma's first Thanksgiving. ده عيد الشكر الأول لإما. إما دي بنتها، هي بتقول أنا مش مصدقة اللي بيحصل ده، ده أول عيد شكر لإما وأنت مش عاوزة تعملي لنا الأكل اللي بتعمليه كل سنة. فقالت لها No it's not، يعني لا إنه ليس أول عيد شكر ليها يعني للبنت. فردت ريتشل وقالت It's not، إنه ليس، هو فعلا مش ده أول عيد شكر ليها. وسألت راس أبو البنت When was she born؟ When was she born؟ When was she born؟ متى ولدت؟ لما أحب أقول أنا اتولدت سنة كذا مثلا بقول I was born in كذا. مثلا I was born in 1999، يعني أنا اتولدت 1999. لو عاوز أحدد الشهر اللي اتولدت فيه هقولها كده I was born in February 1999. وكلمة February أول حرف بيتكتب كبير زي كل الشهور، وممكن تسمعهم بينطقوها بطريقتين February و February. February 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 زي ما تحب تنطقها انطقها، الاتنين شغالين. جميل. طيب لو عاوز أحدد بقى اليوم اللي اتولدت فيه، مش الشهر والسنة، لا اليوم والشهر والسنة تلاتة مع بعض، أقولها ازاي دي بقى؟ بص هقولها كده I was born on February 15th 1999. أول حاجة نلاحظها إني لما ذكرت اليوم قلت on مش in، لأن on دايما بستخدمها مع الأيام on Monday on Tuesday وهكذا. تاني حاجة نلاحظها إنهم ما بيقولوش اليوم بعد on على طول، لا بيقولوا الشهر وبعديها اليوم on February 15th في 15 من فبراير. وخلي بالك بقولك 15 15th مش 15 15th يعني 15 15 يعني 15. فلما بقول تاريخ ميلادي عادة بقوله 15 من كذا من شهر كذا في 15 من فبراير on February 15th. لو أنا مثلا مولود أول الشهر يوم 1 مثلا هقول
on February 1st في الأول من فبراير، مش on February 1 في 1 من فبراير، حتى مش لاقيها بالعربي، بنقول في الأول من فبراير. لو مولود في الثاني من فبراير هقول on February 2nd، الثالث 3rd، الرابع 4th، الخامس 5th، السادس 6th، السابع 7th، 8th، 9th، 10th، 11th، 12th، 13th، 14th، 15th، 16th، 17th، 18th، 19th، 20th، أو ممكن تقولها 20th، 21st، 22nd، وهكذا لحد الآخر. وقف بقى الفيديو وشوف هل هتعرف تقول لنا في التعليقات تاريخ ميلادك باليوم والشهر والسنة زي الأمريكان ولا لأ. I was born on كذا. I was born on February 15th, 1999. يلا وقف الفيديو دلوقتي قبل ما تشغل. I can't believe this. This is Emma's first Thanksgiving. No, it's not. It's not. When was she born? I can't believe this. This is Emma's first Thanksgiving. No, it's not. It's not. When was she born? بص بقى فيبي هتقول لها ايه؟ Well, personally, I think it's great you're giving yourself a break. Thank you, Phoebes. Sure. لما تلاقي حد مضغوط سواء نفسيا أو حتى عنده شغل كتير، ممكن تقول له give yourself a break. give yourself a break يعني اعطي لنفسك راحة، ما تضغطش على نفسك كده. يعني نقول مثال على حد مضغوط في الشغل، ممكن نقول after working 10 hours straight he really needed to give himself a break. After working 10 hours straight بعد الشغل 10 ساعات متواصلة he really needed to give himself a break. هو حقا يحتاج أن يعطي نفسه استراحة، يرتاح شوية يعني من كتر الشغل. After working 10 hours straight he really needed to give himself a break. ممكن استخدمها نفسيا برضو، يعني شايف صاحبك قلقان مثلا فممكن تقول له stop worrying so much and give yourself a break. توقف عن القلق كثيرا واعطي لنفسك راحة، ارتاح شوية من القلق اللي انت فيه ده. stop worrying so much and give yourself a break. ففيبي هنا بتقول لها well personally well شخصيا I think it's great. I think it's great. أعتقد إنه رائع. You're giving yourself a break. You're giving yourself a break. إنك بتدي نفسك راحة، بتعطي نفسك راحة من استضافة عيد الشكر السنة دي حاجة حلوة. فقالت لها Thank you Phoebes. شكرا يا Phoebes. Phoebes دلع فيبي. ففيبي قالت إيه بقى؟ اسمع كده. Sure. لما حد يشكرني أقدر أقول له sure. طبعا مفيش داعي للشكر يعني. Sure. Well, personally, I think it's great you're giving yourself a break. Thank you, Phoebes. Sure. Well, personally, I think it's great you're giving yourself a break. Thank you, Phoebes. Sure. Well, personally, I think it's great you're giving yourself a break. Thank you, Phoebes. Sure. بص بقى فيبي هتكمل وتقول لها ايه عشان تخليها تعمل عيد شكر عندها. It's just as well. I mean, last year wasn't very good. I think she's losing her touch. Just as well ده تعبير بيتقال على بعضه كده بمعنى لحسن الحظ. نقول مثال عشان نعرف نستخدمه. ممكن نقول It's just as well you didn't come. The place was so crowded. Crowded يعني مزدحم أو مكتظ. It's just as well you didn't come. إنه من حسن الحظ إنك لم تأتي. The place was so crowded. المكان كان مزدحم جدا. It's just as well you didn't come. The place was so crowded. اسمع كده البنت دي هتقول ايه؟ It's just as well I came back early. It's just as well I came back early. It's just as well I came back early. يبقى كده فيبي بتقول It's just as well. It's just as well. لحسن الحظ. I mean last year wasn't very good. العام الماضي لم يكن جيدا جدا. I think she's losing her touch. أعتقد إنها تفقد لمستها. يعني إيه تفقد لمستها؟ يعني هي كان عندها مهارة في حاجة معينة بدأت تفقد المهارة دي. يعني في حالتنا هنا فيبي بتحاول تسخن مونيكا، بتقول لها لحسن الحظ إنك مش هتعملي أكل العيد ده. أكل السنة اللي فاتت ما كانش حلو قوي. أعتقد إنك بدأتي تفقدي مهارتك في عمل أكل عيد الشكر. بتحاول تستفزها عشان تعمل أكل عيد الشكر السنة دي كمان. It's just as well. I mean, last year wasn't very good. I think she's losing her touch. It's just as well. I mean, last year wasn't very good. I think she's losing her touch. It's just as well. I mean, last year wasn't very good. I think she's losing her touch. بص بقى مونيكا هتقول لها ايه؟ What?
way off, lady. Am I? Really? Am I? Well, why don't you cook Thanksgiving dinner and prove me wrong? way هنا ليها استخدام عامي جدا بتساوي very جدا. يعني ممكن أقول لك his idea was way better than mine. His idea was way better than mine. يعني فكرته كانت أفضل من بتاعتي جدا. فكرته كانت أفضل من فكرتي جدا. His idea was way better than mine. way off هتشوفهم بيستخدموها كتير في الأفلام مع بعض كده بمعنى غلط جدا. حتى اسمع الممثل جيم كاري هيقول لصاحبه ايه؟ I was way off. I was way off. I was way off. I was way off. cook كفعل معناها يطبخ أو يطهو. طيب لو كاسم هيكون معناها طباخ. ممكن أقول لك My friend is a great cook. My friend is a great cook. يعني صاحبي طباخ رائع. My friend is a great cook. prove شخصا ما wrong دي معناها يثبت إن الشخص ده مخطئ في الحاجة اللي بيقولها. يعني مثلا الممثل هنا هيقول جينات let me prove him wrong. يعني يا جينات دعيني أثبت إنه مخطئ. خليني أثبت إنه غلط. اسمع كده. Jeanette, let me prove him wrong. Jeanette, let me prove him wrong. Jeanette, let me prove him wrong. حلو. يبقى prove me wrong يعني يثبت إني غلط. طيب عكسها إيه بقى؟ عكسها prove me right. حتى الراجل اللي هنسمعه ده هيقول We're waiting for that test to prove me right. We're waiting for that test. نحن ننتظر ذلك الاختبار to prove me right. ليثبت إني صح. اسمعوا كده. We're waiting for that test to prove me right. We're waiting for that test to prove me right. We're waiting for that test to prove me right. We're waiting for that test to prove me right. يبقى لما فيبي قالت لمونيكا إنها بدأت تفقد مهارتها في الطبخ، مونيكا ردت What؟ إيه؟ You are way off, lady. أنتي غلطانة جدا يا سيدة. فيبي ردت وقالت Am I really? Am I? Am I؟ هل أنا اختصارا لي Am I way off؟ أنا غلطانة جدا. Am I really? Am I؟ هل أنا غلطانة حقا؟ هل أنا؟ وكملت Well, what do you cook? Well, what do you cook? Thanksgiving dinner. دي معناها تطبخي عشاء عيد الشكر. And prove me wrong. وتثبتي إني غلط. هي بتسخنها طبعا. عاوزاها تعمل لهم الأكل في عيد الشكر السنة دي كمان. What? You are way off, lady. Am I? Really? Am I? Well, why don't you cook Thanksgiving dinner and prove me wrong? Well, why don't you cook Thanksgiving dinner and prove me wrong? Well, why don't you cook Thanksgiving dinner and prove me wrong? Well, why don't you cook Thanksgiving dinner and prove me wrong? مش هتسكت على كده، هتكمل وتقول لها Well, think about it. Think about it. You'd be trying to top what you did last year. You'd be in competition with yourself. top كفعل هنا معناها يتفوق على. ممكن أقول لك مثلا Her new painting topped all her older ones. Painting يعني لوحة زي اللي حضرتك شايفها دي. Her new painting topped all her older ones. يعني لوحتها الجديدة تفوقت على كل الوحايد القديمة. الوحايد القديمة هنا اللي هي اللوحات القديمة يعني. Her new painting topped all her older ones. Be in competition with شخص معين معناها يكون في منافسة مع الشخص ده. حتى اسمع كده. Or do you want to be in competition with them? Or do you want to be in competition with them? Or do you want to be in competition with them? Or do you want to be in competition with them? Do you have to be in competition with everybody? Do you have to be in competition with everybody? Do you have to be in competition with everybody? Do you have to be in competition with everybody? John, you are not in competition with Crystal. 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 يبقى هنا فيبي بتقول لها Well, think about it. Think about it. Well, think about it. Think about it. فكر فيها. You'd be trying to top what you did last year. You'd be trying to top what you did last year. كنت هتكوني بتحاولي تتفوقي على اللي عملتيه السنة الماضية. You'd طبعا اختصار لي you would. You'd be. You'd be يعني كنتي سوف تكوني. كنتي ستكوني. كنتي هتكوني. ممكن حد يسأل هنا ويقول طيب ليه مثلا ما قلناش You will be trying to top what you did last year. ليه قالت would هنا؟ خلينا نشرح لك بجملة بسيطة عشان توضح. جملة زي I will go to school. أنا سوف أذهب للمدرسة. أنا هروح المدرسة. ده شيء أكيد.
ممكن بقى أتخيل، ممكن أفترض وأقول لك I would go to school. أنا كنت هروح المدرسة. الشخص اللي بيسمع الجملة دي مني هيفضل متعلق. ها، كنت هتروح المدرسة وما رحتش ليه؟ هنا لأني بفترض، بتخيل. أنا كنت هروح المدرسة مثلا لو أمي عملت لي سندوتشات وهي ما عملتليش فما رحتش. أنا هنا بفترض، بتخيل. أنا ما بقولكش أنا سوف أذهب للمدرسة، دي حاجة أكيدة. لا، أنا بقولك أنا كنت هروح المدرسة لو حصل كذا كذا كذا. هنا أنا بتخيل، فعشان كده قلنا I would مش I will. إذن أفهم من كده إن would بستخدمها لما أكون بتخيل أو بفترض حاجة. نفس الموضوع مع فيبي هنا، هي بتقول لها well think about it, think about it. فكري فيها. You'd be trying to top what you did last year. كنت هتكوني بتحاولي تتفوقي على اللي عملتيه السنة اللي فاتت لو سمعتي كلامي وعملتي عشاء عيد الشكر. حتى كملت وقالت You'd be in competition with yourself. كنت هتكوني في منافسة مع نفسك. لو سمعتي كلامي وفكرتي في الموضوع وعملت لنا عشاء عيد الشكر كنت هتكوني في منافسة مع نفسك. الموضوع كله تخيل أو افتراض من فيبي لمونيكا. اسمعها تاني كده. Think about it. You'd be trying to top what you did last year. You'd be in competition with yourself. Well, think about it. You'd be trying to top what you did last year. You'd be in competition with yourself. Well, think about it. You'd be trying to top what you did last year. You'd be in competition with yourself. بص بقى مونيكا هتقول لها ايه؟ That's my favorite kind. Okay, we are doing this. That's my favorite kind. That's my favorite kind. يعني ده نوعي المفضل. إني أكون في منافسة مع نفسي. ده أفضل تحدي بالنسبة لي. وقالت Okay, we are doing this. Okay, نحن سوف نفعل هذا. لو مستغرب إن we are doing this معناها نحن سوف نفعل هذا، نحن سوف في المستقبل أهي من غير will أو going to. يبقى أكيد يا صديقي ما شفتش حلقة مسلسل فريندز اللي اسمها Joey doesn't share food. قلنا هناك إننا ممكن نستخدم المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل الأكيد، والفرق بينها وبين لما استخدم will أو going to. يا ريت تشوفها بعد الحلقة دي تحديدا من الدقيقة 31 ثانية. هحطها لك في الآي اللي هتظهر فوق في آخر الحلقة. المهم فيبي قدرت بذكائها إنها تخلي مونيكا توافق تعمل لهم عشاء عيد الشكر. الغريب إنها وافقت من غير ما تاخد رأي تشاندلر، فده بيأكد إن هي اللي خلته يقول إنهم مش عاوزين يستضيفوا عيد الشكر السنة دي. That's my favorite kind. Okay, we are doing this. That's my favorite kind. Okay, we are doing this. بص بقى هو هيقول إيه؟ Don't let yourself get manipulated this way. Hey, stay out of this, Chandler. This is between me and me. بص يا صديقي، manipulate ده فعل معناه يتلاعب. يعني ايه يتلاعب أصلا؟ نقول مثال عشان نفهم. ممكن نقول She knows how to manipulate people's emotions. People's emotions يعني عواطف الناس. هي تعرف كيف تتلاعب بعواطف الناس. يعني ايه تتلاعب بعواطف الناس؟ يعني تأثر على عواطف الناس بهدف انها تتحكم في تصرفاتهم وقراراتهم. ده معنى يتلاعب. manipulate. She knows how to manipulate people's emotions. يبقى manipulate يعني يتلاعب. أمال get manipulated دي معناها ايه؟ معناها يبقى متلاعب فيه. ايه يبقى متلاعب فيه دي؟ ممكن تفهم غلط. قصدي يعني يتم التلاعب عليه، يبقى هو الضحية يعني get manipulated. فتشاندلر بيقول لها don't let yourself لا تدعي نفسك، ما تخليش نفسك get manipulated this way. Don't let yourself get manipulated this way يعني لا تدعي نفسك يتم التلاعب عليكي بهذه الطريقة. ما تخليش فيه بيتأثر عليكي يعني عشان عارفة انك بتحبي تظهري ان طبخك مفيش احسن منه فتخليها تتلاعب عليكي. فقالت له Hey, stay out of this, Chandler. Hey, stay out of this. Stay out of this, Chandler. Hey, ابقى خارج هذا يا Chandler. This is between me and me. This is between me and me. ده بيني وبيني. عادة الناس بتقول ده بيني وبينه أو ده بيني وبينها، ولكن عشان المنافسة بينها وبين نفسها إنها تعمل أكل أحسن من السنة اللي فاتت فقالت This is between me and me. اسمعها كده. Don't let yourself get manipulated this way. Hey, stay out of this, Chandler. This is between me and me. Don't let yourself get manipulated this way. Hey, stay out of this, Chandler. This is between me
فيبي أقنعت مونيكا بذكائها إنها تعمل لها ولأصدقائها أكل عيد الشكر السنة دي، ولكن هل هم هيقدروا تعب مونيكا في تحضير الأكل ويحضروا أصلا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية من السلسلة دي. المشهد كامل هسيبهولك في قناتنا على تيليجرام، الرابط في صندوق الوصف. مفيش نكتة النهاردة عشان الناس مش متفاعلة معاها، فبصراحة ما احبش إني أكون تقيل على حضراتكم. بس يا سيدي أشوفك في الحلقة الجاية، واوعى تفوتها عشان تعرف إيه اللي هيحصل لمونيكا وأصحابها. لو ناوي تساعد القناة لايك وشير، وأشوفك على خير. صلى على رسول الله والسلام عليكم. Subscribe.